أينما تولي وجهك تأسرك المناظر. على يمين الطريق بمنطقة المسماة لغورج شلال عكست الشمس نورها بمياهه البلورية لتكتسي ألوان قوس قزح. وفي الجانب الأيسر توجد جبال مفتوحة فرشت فيه الورود والأزهار بساطها لتحتضن عشاق الطبيعة والباحثين عن الراحة بمنطقة عمان ببومرداس. نجيو لهنا ويعجبنا الحال، يعجبنا بالقوة، عجل نلقاو راحتنا. إنسان يكون عنده ضيقة، عنده قلب، عنده سكر، عنده يعني كي يجي لهنا ينسى هذاك المرض اللي كان فيه يعني يغص فيه. مغارات من صنع الخالق تحاكي حقبة تاريخية وعيون لا زالت تجود من خيرها منذ سنين. عندنا مغارات تاع إفريزيري، عندنا ولي صالح بن لمو، عندنا 11 عيون تاع الماء، عندنا 11 يعني من هيني حتى الجبل هذا اللي رانا مورانا. دونك كامل العيون ورانا قدام العين عين السلطان. دونك كل ما نمشيو 200 300 متر نلقاو العين تاع الماء. هي حجارة متراسة لم يبق من ذكراها سوى البعض المتفرق منها لتخبر أصحاب العصر الحالي. من هنا مرت العربات والأحصنة في العهد العثماني المنطلقة من العاصمة وصولا إلى محطتها الأخيرة بالشرق. هذه طريق مخدومة يقولوا لها مسمر، دونك مسمرة بالحجرة قدام حجرة، وعلاه باش يجوز الكاليش، والطريق جوزوها وين كاين عيون تاع الماء. دونك معناتها الماء مادة حساسة للإنسان، والخيول تاعهم مثل كي يشربوا منها الماء والآخر. سي بور سا ومن العاصمة البودواو، من بودواو هنا، وعندنا الخضارية كما كانت اسمها ززي، ومن الأخضرية لبويرة، وبويرة حتى تروح للشرق الجزائري. رغم ما تملكه بلادنا من مناظر خلابة، إلا أن مصطلح السياحة بنظر المسؤولين يعني البحر، لكن بالمقابل يرى الناس أن السياحة الجبلية ملاذاً لهم، إلا أنها تعد حلقة مفقودة.